الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم عفا عنكم فلا نباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اتقوا الله واعلموا أن الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إخراج أهله منه أكبر عند الله
والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Rize'de hafızlık yaptım. Hafızlığı bitirdikten sonra geçen haftalarda genç muhafızlar hafızlık yarışması Diyarbakır il birincisi oldum aynı zamanda. Mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan ayında okul yönetimi kararıyla mukabele okuyoruz. İnşallah Ramazan ayının sonuna kadar bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Daha önce de okulda okuyorduk aynı zamanda. Geçen senelerde mukabele okuyorduk okulda. Bu sene de Allah nasip etti okuyoruz inşallah. İmkanımız olmuyor camilere gitmeye. Geliyoruz burada arkadaşlarımızla beraber abilerimiz bize mukabele yaptırtıyor. Hocalarımız da güzel düşünmüşler, mukabele yapmışlar yani ayarlamışlar. Hafız abimiz de bize okutuyor. Güzel oluyor yani hep beraber iç içe sevimli bir etkinlik oluyor. Ya katılmamın nedeni daha doğrusu Ramazan olduğu için. Yani Ramazan Kur'an'ın geldiği aydır. Kur'an'ın indiği aydır. Onun için yani Kur'an bizim için önemli. Hepimiz için önemli. Ben de Allah izin verirse Kur'an'ı hatmedeceğim de. Ramazan ayıdır. Kur'an-ı Kerim okumak istiyoruz. Allah'a bağlılık, ibadet, oruç ve benzeri şeyleri yapıyoruz. Bununla beraber okulu da götürmek zorundayız. Hayatımız ilim, bilim. Öyle geçinmek zorunda olduğumuz için Peygamber Efendimiz de bize kendisi bıraktığı Furkan yani Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz Ramazan ayında. Hem biz okula geldiğimizden dolayı cami zamanıyla çakıştığı için biz mukabele veremiyoruz. Mukabele daha rahat. Hafız abilerimiz bizi okuyor. Biz de dinleyerek beraber Kur'an'ımızı hatmetmeyi düşünüyoruz. Ramazan'da Kur'an okumanın sevabının daha fazla olduğunu öğrendim. Bu yüzden okulda böyle bir şeyin, böyle bir mukabelenin, böyle bir uygulamanın başlatılmasına çok sevindim. Camiye gidemiyoruz, okuldayız. O yüzden ben geçen sene de katılmıştım. Allah'a hamdolsun yine ulaştık sağ salim. Biz de onun için burada Kur'an okuyoruz, onun kelamlarını dinliyoruz. Hazreti Muhammed'in en büyük mucizesidir zaten Kur'an. Ona da salavatlar getiriyoruz, mukabele yapıyoruz. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا